يا مساء الانتصارات لجمهور الصفوة في كل مكان، وتحية خاصة لمريخاب الدائما متابعينا بقوة. الليلة حلقتنا دسمة دسمة لأبعد الحدود، لأنه الواقع بيقول إنه الأقنعة سقطت خلاص، والنفخة الكذابة اللي كانوا عايشين فيها جيراننا في العرض الشمال انتهت بكف فني محترم. الجماعة صدقوا إن الصدارة حقتهم براهم، ونسوا إنه المريخ لما يمرض بيمرض لكن أبدا ما بيموت، وده كلام أنا قلته. شفنا كيف الانهيار الفني اللي حصل في الهلال، وكيف انه الدفاع المهلهل بقى شوارع مفتوحه لاي زائر. الحقيقه المره دي لازم يواجهوا الهلالات انه فريقهم عباره عن بالونه منفوخه اعلاميا، واول اختبار حقيقي كشف المستور. ضجيج كثير وفعل ما في، وبينما هم غارقين في لوم التحكيم والنيله، المريخ قاعد يشتغل في صمت وبيرتب اوراقه بعيد عن الشو الاعلامي الفاشل. تعالوا للأهم أوريكم الزيت كله. الدوري ضاع من المريخ أبدا، الحسابات بتقول إنه الدوري ما ضاع، إنه المريخ مع عمر النمير والصفقات الجديدة القادمة داخلة في مرحلة نفس طويل. تعثر الهلال الأخير فتح الباب على مصراعي، والفارق النقطي حاليا بقى تحت السيطرة. المريخ عنده ميزة، شخصية البطل بتظهر في آخر القصة. بنسمع عن رجعة الثلاثي الذهبي اللي هم الحقيقي يسيطروا على الدوري والكاس حقنا. في النهاية بنقول للجيران اثبتوا، لسه التقيل ورا، المريخ قادم يا اخواننا وبقوة، والدرع مكانه الطبيعي يكون وين؟ يكون معانا احنا. وين؟ في القلعة المريخية. ورونا في التعليقات تحت، تفتكروا الهلال حيستعمل الضغط ده ل 200؟ وهل المريخ حيقسم الدوري قبل الجولات الأخيرة ولا في آخر مباراة؟ ادونا اللايك والشير يا جماعة، وخلوكم صفوة، واهم شيء المتابعة عشان نحتفل بال10,000 سوا. وفي مفاجأة قادمة قريبا تشوفوها ان شاء الله. متابعة جميلة منك يا ناس الصفوة.